الحقيقة يعني زي ما شفنا كده من خلال التقرير قد ايه يعني التحول الرقمي اصبح بيسهل على المواطن يعني كتير جدا من الخدمات وكتير جدا من الوقت. يعني الحقيقة كل واحد فينا وقته مش ملكه يعني وطبعا رجال الامن طبعا بيكون ليهم دور كبير جدا في ان هم يساعدوا في هذه المنظومات وخاصة الحكومية، سواء يعني استقرار البيانات للمواطنين، السجلات المدنية وما الى ذلك، ونشوف ده على ارض الواقع. ولكن يجب تعميم هذه الفكرة وهذه المنظومة على جميع يعني الحاجات أو المنشآت اللي بتساعد المواطن في يعني جميع المجالات بقى، لأن زي ما قلت لكم الواحد وقته مش ملكه، والموضوع ده بيسهل كتير وبيوفر كتير من الوقت. وعشان كده كان لازم نشوف ايه الشباب اللي هم قرروا ان هم يكونوا مميزين بحاجة مختلفة، وهي ان هم يغيروا الفكرة دي ويخلوها كمان بتنطلق مش بس للشركات الناشئة، ولكن يعملوا بقى مبادرات كتير يتكلموا عليها في المنصات التعليمية، يطبقوها على مجالات كتيرة ومختلفة، نتعرف منهم بالظبط النهاردة على دورهم وايه اللي قدموه علشان يقدروا يعملوا تحول رقمي داخل المجتمع المصري. خلينا الاول نرحب بضيوفنا اللي موجودين معانا النهارده. معانا احمد محمود فائز بالمركز الاول في مسابقه المبتكر بالدقهليه، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ومعانا كمان نادين احمد اخصائيه موارد بشريه، اهلا بيك. اهلا بيك. ومعانا كمان مصطفى صلاح باحث مجتمعي ومؤسس مبادره رياضه رقميه، اهلا بيك. اهلا بحضرتك كل سنه وانتم مشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يعني النهارده يمكن هنتكلم عن الموضوع وفكره ازاي جات لكم اصلا الفكره، وايه اللي خلاكم تقولوا انا هستخدم التكنولوجيا عشان احل مشكله مجتمعيه، مش بس عشان اكسب فلوس زي يعني بقيت اي شركه ممكن تكون بتعمل. انا هعمل ده عشان واحد اسهل على المواطن واسهل على المجتمع بتاعي، وطبعا اكيد هكسب فلوس بالتاكيد. يعني كل واحد يقول لي الفكره جات له ازاي. اتفضل يا استاذ. والله هو في الحقيقه التوجيهات القياده السياسيه ودعم سياده الرئيس لهذا الملف هو اللي خلى بالنسبه لنا كل واحد فينا بدا يفكر في التحول الرقمي والمستهدف من التحول الرقمي، وازاي يقدر يكون جزء ولو جزء من فكره لها علاقه بالتحول الرقمي. على مدار 7 سنين كنت متطوع من وزاره الشباب والرياضه لوزاره التخطيط لوزاره البيئه، فالافكار كثيره جدا كانت موجوده، بس الافكار اللي بتنجح هي فعلا اللي بيكون مرتبطه بالتحول الرقمي. واحنا بدانا نشتغل على ده، وكنا نستهدف اقل حاجه كنا نعملها بالتحول الرقمي ان احنا نستهدف اللي مهتمين بالانهم يشاركوا في المبادره دي من خلال التحول الرقمي. فالحمد لله كان الموضوع بيكون له مردود كويس من المجتمع وكمان من الدعم اللي كان بيتقدم من الوزارات المعنيه. استاذ مصطفى قال ان يعني من بعد يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصبح في تواجد يعني للشباب بشكل كبير، حتى لو كان يعني بلمحه بفكره بحاجه بسيطه، ولكن اصبح حاسس بكيانه واصبح بيدي افكاره، وبالفعل في حاجات كتيره جدا شفناها على مدار السنوات السابقه يعني حققت على ارض الواقع. فطبعا الفكره اكيد دي فحوها عندك، ولكن في حاجات تانية خلتك ان انت تدخلي في هذه يعني الطرقات علشان تقدري ان انت تشاركي في انماء المجتمع. انا عندي فكره مؤمنه بيها جدا الفتره دي، ان احنا جيل مش مستني الفرصه، هو فعلا بيخلق الفرصه بتاعته. طيب احنا بنخلق الفرصه بتاعتنا ازاي؟ بنقطه التطور اللي بيكون موجود في اخر السنوات اللي كانت موجوده فعلا معانا. التحول الرقمي وجزء الذكاء الاصطناعي ده مخلي الشباب فعلا بيتعمل لهم ابجريد واب سكيلينج لكل حاجه موجوده ليهم، وده بيخلي ليهم فرص اكتر موجوده في نقطه الوظائف واثبات الذات. ده الجزء الاكتر ممكن نقدر نتكلم فيه. طيب احنا مش بس بنشارك، احنا مش بس بنسعى لان احنا يبقى عندنا مكاسب ماديه، مش بس بنشارك لان احنا نخدم المجتمع، لا ده بنفوز كمان وبناخد مراكز اولى. الموضوع جه ازاي؟ انا متفق جدا مع برضه كلام مصطفى ونادين. الكلام ده كله مظبوط وسليم جدا، واكبر مثال على ذلك المسابقه اللي نظمتها وزاره التربيه والتعليم اللي هي المبتكر الصغير، الحمد لله انا خدت فيها المركز الاول على الدهليه. ده اكبر مثال على ذلك. حاجه يعني برضه يعني التكنولوجيا موجوده في كل دول العالم وموجوده في مصر وموجوده في كل حته، بس اللي يقدر يوظف التكنولوجيا احنا بنوظف التكنولوجيا والتحول الرقمي ده من خلال توعيه الشباب. يعني دلوقتي الشباب اصبح ان هو واعي. يعني حاجه زي المسابقه دي بدل ما افكر ان انا استخدم السوشيال ميديا استخدام خاطئ، بدات ان انا افكر ازاي استخدمها ان انا ابتكر، وده فعلا خطوه ايجابيه جدا.
وده يعتبر زي الاساس. دلوقتي يعني في بداية دخول الإنترنت إلى عالمنا وإلى وطننا الحبيب كان عادي إنترنت حاجة موجودة وعادي ممكن تبقى طبيعية يعني عادي عند أي حد، ولكن مع التطور أصبح سلعة، حاجة بنستهلكها، حاجة بيدفع فيها فلوس علشان نستخدمها، فلما نستخدمها أكيد لازم نستفيد، زي ما بنجيب الأكل بنطبخه بناكله. طب السلعة دي إحنا بنستخدمها يعني أصبحنا مستهلكين فقط، مفيش إنتاجية من وراء هذا الاستهلاك، مفيش حاجة بنستفيد بيها في النهاية. فأنتوا شايفين إيه هي أصعب مشكلة ممكن تكون بتواجه يعني المجتمع المصري، ونقدر من خلال هذه السلعة الاستهلاكية نحولها لسلعة يعني ينتفع بها زي ما بيقولوا، أو نقدر نخليها بيكون ليها مردود على كل مواطن مصري ونقدر نكون بنستفيد منها. وممكن ناخد الموضوع من البداية شوية، يعني من أول أصلا ظهور الإنترنت كان السبب الأساسي ليه اللي هو توفير الوقت، وبمعنى صح كده تسهيل المجهود شوية يعني معلومات يعني بالظبط، يعني توفير الوقت وتوفير برضه يعني في نفس الوقت المجهود. ده في نفس الوقت انا وفرت الوقت ده، واصبح الوقت اللي انا وفرته بستغله على نفس الوسيله اللي وفرت لي الوقت. الاستغلال ده بقى يرجع لجانب استغلال خاطئ او استغلال مفيد. انا قدرت من خلال اجهزه الموبايل واجهزه الكمبيوتر من اول الظهور ان انا اوفر وقت، بدل ما انا اطلع على السلم في المكتبه وادور على الكتاب الفلاني واخد لي ساعتين ثلاثه، بقيت بكليكه واحده بقيت اجيب مثلا ايه الكتاب الفلاني بجيبه PDF، ده كده وفرت وقت. ما كانش في PDF بقى زمان، ده كان لا دلوقتي خلاص كان وورد كان بينزل خلاص دلوقتي بقى كل حاجه ثانيه قعدت اجيبه PDF فوفرت وقت. الوقت اللي انا وفرته ده ما ينفعش ان انا اوفره واضيعه على مضيعات الوقت او مشتتات الوقت اللي موجوده على السوشيال ميديا. ده النقطه اللي بس انا كنت حابب اوضحها. تمام جدا. فعلا الكلام اللي بيقوله زميلي احمد هو فعلا كلام في صلب الموضوع، وتاكيدا عليه هو احنا الحمد لله الفتره دي بقى كل واحد فينا عنده فكره معينه بيوظفها في خلال ابلكيشن او ويب سايت، بيقدر يوظف الفكره بتاعته وتوصل لكل الناس، يعني سواء من خلال القطاع الخاص او من خلال الجهات الحكوميه والمبادرات اللي بتقوم عليها زي وزاره الشباب والرياضه ووزاره الاتصالات. بنقدر ان احنا ننشئ الفكره اللي موجوده عندنا اللي هي في الاول كانت ابتكار، وبعد كده